النهاردة حلقتنا عن أكبر نجمين في الشرق الأوسط، أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، اللي حصلت بينهم أشهر خناقة فنية حصلت في تاريخ الفن في شهر رمضان 73. تعالوا نعرف إيه الحكاية في حكاية رمضانية مع إيمان القصاص. الحكاية بدأت من عند المخرج محمد علوان، ومحمد علوان اللي ما يعرفوش مخرج إذاعي مهم جدا، وقدم لنا أجمل المسلسلات الإذاعية اللي اتعملت بعد كده أفلام سينمائية ناجحة. نرجع تاني لحكاية الخناقة. المخرج محمد علوان أقنع عبد الحليم حافظ يقدم أول مسلسل إذاعي له في إذاعة الشرق الأوسط اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة، اللي كتبه الأستاذ محمود عوض. وفي نفس الوقت محمود عوض كان على علاقة صداقة قوية بأم كلثوم من أول ما عمل لها كتاب عظيم اسمه أم كلثوم التي لا يعرفها أحد. وفي نفس الوقت الإذاعي الكبير الأستاذ وجدي الحكيم أقنع أم كلثوم بتسجيل قصة حياتها وذكرياتها الفنية علشان تتذاع في شهر رمضان. وهنا حصلت المشكلة الكبيرة، إن شهر رمضان في عملين كبار، واحد ذكريات أم كلثوم والتاني مسلسل عبد الحليم. وكانت الصدفة إن الاتنين لأول مرة المستمع هيسمعهم مع بعض في شهر رمضان. أم كلثوم تصورت إن عبد الحليم بيحاربها، وعبد الحليم تصور برضو إن أم كلثوم بتحاربه. اللي وفق بين الاتنين هو الأستاذ محمود عوض، لأنه كان صديق مقرب للطرفين. اللي زود الحرب كمان إن العملين كانوا هيتذاعوا في نفس التوقيت في رمضان، واحد في إذاعة الشرق الأوسط والتاني في إذاعة صوت العرب. فمعنى كده إن المستمع هيبقى مشتت بين الطرفين. فمحمود عوض نجح بصداقته لعبد الحليم إن المسلسل يتذاع في وقت معين وأم كلثوم قبليه أو بعديه، المهم التوقيت يبقى مختلف. واتحلت المشكلة بعد صراع كبير قوي بين الطرفين، وبدأ أول رمضان وبدأوا يذيعوا فعلا كل واحد فيهم العمل بتاعه لغاية ما وصلنا ليوم 10 رمضان، حرب اكتوبر المجيدة اللي بدأت الساعة 2 الظهر. فالإذاعة كلها غيرت برامجها، وبالتالي ما بقاش فيه لا مسلسل عبد الحليم ولا ذكريات أم كلثوم، إنما كانت الإذاعة متعاقدة على بيع العملين للإذاعات العربية، فبدأوا يسجلوها ويبعتوها. وفي نفس الوقت عبد الحليم كان بيسجل الحلقات حلقة بحلقة، لكن في نفس الوقت كانوا هو وبليغ حمدي وكمال الطويل ومحمد حمزة وعبد الرحمن الأبنودي كانوا بيعملوا الأغاني الوطنية الشهيرة اللي كانت بتتذاع في الفترة دي. المنافسة اللي كانت بين عبد الحليم وأم كلثوم دي كان المستفيد الأول منها هو المستمع، سواء المصري أو العربي. لكن خلونا نرجع لورا شوية ونعرف إيه أصلا جذور الخلاف بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. بدأ في عيد من أعياد الثورة. أم كلثوم كانت بتغني وطولت جدا في الغنى لغاية الساعة تقريبا 2 أو 3 الفجر، وكان المفروض عبد الحليم حافظ يغني بعدها. فعبد الحليم حافظ لما وقف على المسرح وأعلن وقال أنا مش عارف إذا كان ده شرف ليا ولا مقلب ليا إن أغني دلوقتي بعد أم كلثوم. وهنا بقى أم كلثوم زعلت جدا، وما أدراك زعل أم كلثوم. أم كلثوم حست إن عبد الحليم بيهنها على الملأ، فقررت إنها تحاربه حرب شرسة. فكان في برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون، كان مخصص يوم الجمعة تكون حلقة عبد الحليم حافظ. فكلمت أمل فهمي وقالت لها ما تذاعش الحلقات الخاصة بعبد الحليم حافظ، وطلبت من إذاعة الأغاني نفس الطلب. عبد الحليم كان هيتجنن، فالحرب كانت كبيرة عليه في الوقت ده، وكمان الجرايد بطلت تنشر أخباره. فسأل عبد الحليم الصحفيين الكبار أصدقائه، قالوا له أنت عارف أوامر الست. حصل في مرة من المرات كان في مناسبة اجتماعية ما وحضر فيها أم كلثوم، فأحد الصحفيين الكبار يمكن كامل الشناوي أو مصطفى أمين نصحوا عبد الحليم إنه يجي وكأنها صدفة يحضر المناسبة ويصالح أم كلثوم. عبد الحليم جه
وأول حاجة عملها دخل خد إيديها وبسها وقال لها: يا ست، حد يزعل من ابنه؟ ده أنا ابنك. وقالت له: قوم سمعنا حاجة. فغنى غنوة من أغانيها تكريما ليها وتصالحوا. استنوني في حكاية رمضانية جديدة.